من فترة كده كان عندي ظروف صعبة في شغلي، وقعدت قرب سنة في البيت من غير شغل خالص، وكنت متضايق وقرفان. كنت حاسس ان ربنا نسيني، ربنا مش مهتم بيا، وكنت قافش كده. قام ربنا قال لي: يا جوفاني، انا بدربك ازاي تشبع وازاي تجوع. مش بيدربني ان انا ابقى شخص جعان خالص، لكن بيدربني اجوع ازاي. لما هجوع ازاي، هجوع لايه، وايه اللي هيشبعني. طب بعد ما اشبع هتصرف ازاي، هحس بالجعان. طب لو بقى عندي زيادة فوق شبعي هعمل فيه ايه، هوديه لمين، هساعد بيه مين. هبقى شخص طفس لان انا جعان، اول لما الاقي قدامي اوبن بوفيه هروح اجري اكل كل حاجة والخبط الاكل، ولا هبقى بني ادم محترم لان انا اتعلمت ان ازاي ابقى شبعان وازاي ابقى جعان. وزي ما انا كنت حاسس ان انا ما استحقش ان انا اقعد سنة في البيت من غير شغل وان ده ظلم ليا، فانا برضو عايز اقولك ان انا النهاردة شايف نفسي ما استحقش كل البركة واللي ربنا بيدهوني بجد. فلو انت بتعدي بظروف صعبة، صدقني انا حاسس بيك قوي قوي قوي، بس عايز اقولك اتعلم ازاي تشبع وازاي تجوع.